تحصل أكيرا تندو على عمل داخل شركة بعدتها عن الحياة بالكامل. حتى فجأة في يوم من الأيام اجتاحت كائنات الزومبي المدينة، سببت فوضى ودمار بعدتها عن العمل، وكانت دي بداية نهاية العالم. ولكن أكيرا عرف معنى الحياة، وهنا بنلاحظ أكيرا وهو بيستخدم الكمبيوتر الخاص به، وواجهه متعب وظهر عليه نعاس. بينما في الخلفية بنسمع صوت كوزوكي بيقول للشخص بصريح: استيقظت الصبح وترجت حرارتك 38، وإنه مش مهتم لكده. ويرجع مرة تانية يقول إنهم لازم ينهوا العمل في الوقت المحدد، وإن ملكش عذر سوى الموت. وهنا بنشوف الدم مغطي ايده وهو غاضب، وبيوبخ أكيرا لأنه كان نايم. لكن بينتهي كل شيء وبنشوف أكيرا بيصحى بيصرخ وهو بيتأسف لرئيس القسم كوزوكي. وبعدين يبدأ أكيرا في استعادة وعيه ويدرك تماما إنه في غرفته، وإن كل ده كان حلم. وبعدين يفتكر إنه مش مضطر يروح العمل مرة أخرى. يبدأ أكيرا في الوقوف في الشرفة وهو فرحان إنه يحقق كل مخططاته. وبعدين بنلاحظ إن أكيرا بدأ في تنظيف منزله، وبيرمي أكياس القمامة على عدد كبير من الزومبي. وبعد انتهائه من التنظيف شعر أكيرا بالفرحة والسعادة لأنه ما قدرش ينظف المنزل لمدة 3 سنوات. وفي وقت متأخر أكيرا بيحس بالفخر بالبطولات اللي حققها. وبعدين يفتح أكيرا تلاجة مش فاكر آخر مرة فتحها إمتى، وبيطلع منها عبوة من البيرة، وهو بيقول محدش يتخيل رغبته في كده. ويشعر بفرحة بالغة وهو مش مصدق شعور إنه يغتسل بيرة وهو عاطل عن العمل في وقت مبكر بدون أي التزامات، لدرجة إنه بدأ يشبهها بماء الآلهة المقدس. وهنا بنبدأ نشوف قناة إخبارية بيتم فيها عرض لقطات جوية لطوكيو، بينما في العديد من الحرائق. وهنا بتبدأ المراسلة تقول إنها مش مصدقة اللي بيحصل في المدينة. وبعدين بتظهر المراسلة في محطة الأخبار وهي خايفة من الزومبي، وهما بيحاولوا اقتحام المحطة. وتبدأ تقول إن مفيش إنترنت واتصالات سلكية أو لا سلكية، وإن ممكن ده السبب إن الحكومة محلتش مشكلة المواطنين. وأثناء محاولتها لإبلاغ الناس بالأخبار تمكن زومبي من إنه يوصل لها، وبعدين قطع الاتصال. وهنا كان أكيرا بيشاهد التلفزيون وهو بيحتسي البيرة، لكن على الرغم من اللي بيحصل هو بيستمتع بحياته الجديدة، وهو عارف إن الأحداث في العالم سيئة خالص. وده خلاه يتساءل إيه اللي هيحصل بعد كده. وفي الوقت ده أدرك أكيرا إن البيرة خلصت، وهو مندهش ومحبط بسبب نفاذها. بدأ أكيرا في البحث عن البيرة في كل مكان، ولكن للأسف كان خياره الوحيد إنه ينزل يبحث عنها في المتاجر. لكن مشاهدة الزومبي من شرفتك تغير رأيك تماما. وفي الوقت ده بدأ أكيرا يتكاسل عن إنه يروح يشتري البيرة، لكن بعد رؤيته العبوات الفارغة تجدد عنده الشغف وقرر إنه ينزل يبحث عنها. أما بالنسبة لدول بنشوفهم واقفين قدام باب مغلق، وهنا بتقول الفتاة إن مفيش حد قادم للمساعدة ولا حتى الشرطة والقوات المسلحة. وبتبدأ الفتاة في البكاء وهي بتسأل الشخص اللي جنبها نعمل إيه، وهو بيقول لها ما تيأسيش وإنهم لازم يقاوموا كمان يوم. وهنا بتبدأ الفتاة في الغضب وتقول إزاي يستمر يوم واحد وكائنات الزومبي بتطاردهم، وإنها حرفيا نهاية العالم. بدأ الراجل في ضرب الشرفة وهو محبط جدا ومش عارف يعمل إيه، وبدأ في التوسل للحصول على مساعدة. ولكن فجأة يتحول المشهد على أكيرا وهو بيتسلق أنبوب، وهنا أصيب الراجل بالذعر وصرخ صرخة، وبكده تسبب أكيرا في صراخ الاتنين. بدأ أكيرا في الاعتذار لاستخدام الأنبوب لأن السلم المبنى موبوء بالزومبي. وبعدين يبدأ الراجل في عرض المساعدة على أكيرا بإنه يفضل معهم وإن المكان آمن بالداخل، لكن أكيرا بيرفض ويقول إن في حاجات لازم يعملها. وهنا أكيرا بيقول إن القدر جمعهم وإنهم الناجين الوحيدين. بدأ الراجل في تقديم نفسه وإن اسمه كوساكا، وهنا أكيرا بيقول لهم إنه رايح يجيب بعض المشتريات ويسألهم هل محتاجين حاجة أو لأ. وهنا بتطلب منه الفتاة ورق حمام، ويوافق أكيرا تلقائيا على الطلب. يبدأ أكيرا رحلة بحرية في المدينة وهو بيراقب الدراجة، على الرغم انه مدرك عدد الزومبي اكتر بكتير من اخر مرة. انطلق أكيرا وهو مدرك خطورة الموضوع، لكن بيقولوا انه بيفضل الزومبي ياكلوه بدل نفس البيرة. واخيرا وصل أكيرا الى وجهته حيث يمكنه الحصول على اكبر قدر من البيرة. وفي الوقت ده بتبدأ كاميرا على دراجة في التقاطه. دخل أكيرا السوبر ماركت بكل سعادة يبحث عن البيرة، وفي اللحظة دي وجد أكيرا فتاة تشرب الماء. وهنا أكيرا كان قلق جدا من مخافتها زي ما حصل مع كوساكا، وقال من الأفضل عدم مخافتها. بدأ أكيرا في محاولة التصرف بشكل طبيعي، بدأ يقول من الصعب التسكع وإن في كثير من الزومبي، لكن الفتاة تجاهلته تماما. بدأ أكيرا الشعور بالتوتر الشديد ويعترف إنه هيفضل طول اليوم في المنزل يشرب البيرة، ولكن الفتاة بتتجاهله مرة أخرى. وهنا غادرت الفتاة، وبدأ أكيرا إنه يعتذر لها ويقول إن بسبب الوضع اللي هم فيه إذا كانت ترغب في تبادل الأرقام. لكن الفتاة ترفض وتقول له إن من الخطر الخروج لشراء شيء غير ضروري. وأثناء كلامهم ظهرت شاحنة تقترب منهم بشكل سريع، وهنا الفتاة بتقول لأكيرا إن من الصعب العمل مع شخص لا يعترف بتحليل المخاطر. وبتبدأ الزومبي بدخول السوبر ماركت، وبكده الفتاة وأكيرا في خطر كبير. لاحظ أكيرا زومبي بيتحرك اتجاه الفتاة بسرعة كبيرة. حاول أكيرا إنقاذها، ولكن في النهاية الفتاة هي اللي هتقوم بإنقاذ أكيرا، لأن هناك شاحنة ضربت الزجاج للسوبر ماركت بسرعة كبيرة سببت الكثير من الفوضى، لكن تمت هزيمة الزومبي تلقائيا. بدأ أكيرا في النظر للفتاة بدهشة،
وهنا غادرت الفتاة. خرج أكيرا ووراها لكن كانت الفتاة غادرت، لكن أكيرا انتبه إن دراجته صدمتها الشاحنة، وهنا رأى أكيرا الزومبي واضطر إنه يجري عشان يهرب منه. وأثناء جريه تمكن أكيرا من رؤية دراجة نارية. بدأ أكيرا في التحرك بشكل أسهل وأسرع للمنزل، وهو في طريقه للمنزل أدرك إن في وسيلة أفضل. ركب أكيرا دراجة نارية أكبر جعلته يشعر بالسعادة، ومع تقدمه على طول الطريق استخدم باب سيارة لقفز تجنبا للزومبي. على الرغم من نجاحه في تجنب الزومبي إلا إنه خسر في الألعاب البهلوانية، ولكن قدر إنه يسيطر عليها مرة تانية. بدأ أكيرا يفتكر كل اللي حصل له طول اليوم وهو بيتسلق الأنبوب، إنه قابل بنت جميلة وإن معاه البيرة وحتى دراجة نارية، وبكده يرجع أكيرا للبيت وهو مبسوط. لكن لحظة صعوده بيت كوساكا فوجئ بالفوضى اللي في المكان وإن المكان كله مشوه وملطخ بالدماء، وهنا أيقن أكيرا إن كوساكا والفتاة التهمهم الزومبي. وفي الليل يستمر أكيرا في شرب البيرة ومراقبة المدينة ومشاهدة التلفاز، وفي وقت شرب البيرة بدأ يقول في نفسه إنه ممكن يموت النهاردة أو بعد 60 سنة، وإن الوقت عمره ما يكون كافي عشان يحقق كل أحلامه. بدأ أكيرا الكتابة في دفتر ملاحظاته وكل الحاجات اللي كان بيحلم بيها وهو طفل. أولا كتب إنه عايز يعترف بحبه للفتاة اللي بيحبها، لكن كل مرة كان بيلاقي عذر عشان ما يعملش كده، وعمل كده مع كل أحلامه ومخططاته. وبعدين قرر الحصول على 3 سنوات إجازة للمتعة، وبدأ في كتابة عدة أهداف في دفتر الملاحظات. انتهى أكيرا من كتابة 33 هدف فقط، وبعدين استمر في التفكير في الأشياء اللي كان عايز يعملها زي إنه يزور والديه أو الحصول على أفضل صديق أو التعرف على فتاة. وفي اليوم التاني بنلاحظ الفتاة اللي كانت في السوبر ماركت. بدأت يومها الساعة 6 صباحا بالتمرن قليلا على جهاز المشي، وهي بتسمع بس الطوارئ المقاطعات اللي بيحس الناس على تأمين الأبواب وعدم ترك بيوتهم. وفي مشاهد بس التلفزيون المراسلة التهمها زومبي. وهنا الفتاة أنهت تمرينها الثاني. ذهبت الفتاة إلى الرف وبدأت في تناول بعض المكملات والبروتين، ثم حاولت التواصل مع وسط في لوس أنجلوس لكنها فشلت. وبعدين بتبدأ الفتاة بعمل قائمة أولويات القيام بها، وهنا بنشوف رجل بيعد رباط حذائه بينما فخور لمقدرته على الهروب. وفي الوقت ده بيهاجمه زومبي من ظهره ويتمكن من عضه، لكن اكتشفنا انه كان مجرد فيلم كانت بتشاهده الفتاة عشان تكتشف بعض المعلومات عن الزومبي. حتى استطاعت ان تعرف ان في كائنات زومبي سريعة والاخرى بطيئة والاخرى سريعة للغاية، وهي بتراقبهم من نافذة وبتستنتج ان في نوعين زومبي وازاي الشخص يفرق بينهم، وبكده تكون فرص البقاء بتزيد بشكل كبير. وبتبدأ الفتاة في انها تبحث عن المنطقة الاقل خطورة في الحي. وبعدين بنكتشف اللي عملته الفتاة قبل ملاقاتها لأكيرا، وهنا بنشوف الكاميرا اللي على الدراجة. وبعدين بنشوف الفتاة بتمشي في السوبر ماركت لأخذ احتياطاتها فقط، وبنكتشف إن الفتاة شافت أكيرا قبل دخوله للمبنى بفضل الكاميرا اللي على الدراجة، وهي بتقول إن الناجي مش مضر لكن أكيد في زومبي بيتبعوه. وهي بتفكر ازاي شخص غير قادر على التفكير يفضل على قيد الحياة طول المدة دي. وبنشوف ازاي قدرت تسمع من بعيد صوت الشاحنة، وان اكيد الشاحنة هتجذب المزيد من الزومبي. واكيد كل ده مش عشوائي لكن تمت حساباته بالمليمتر من قبل الفتاة. ولما رجعت الفتاة للمنزل شعرت بالسعادة بسبب حصولها على كل ما تريده. وهنا بدأت الفتاة من تحليل أنماط الزومبي اللي تمكنت من التقاطها الكاميرا، على الرغم من انها بتفكر ان ازاي احتساء القليل من البيرة تجعل الشخص بالسعادة دي، ولكن بتبدأ تفتكر ان من اولوياتها ممنوع اكل الحلوى، وانها لو كلت قطعة كانت هتبقى احسن بكتير. بس وبكده تكون نهاية الحلقة. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب واستنونا.